دعا أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد من ولاية خنشلة على هامش مراسيم تنصيب سليم خريزي والي الجديد لولاية خلفا للوالي السابق يوسف محيوت. دعا فلاحي الأوراس وتحديدا منتجي التفاح إلى تشكيل تعاونيات فلاحية من أجل حماية منتوجهم ومنع السماسرة من الاستحواذ على المنتوج بأثمان رخيصة قبل إعادة تسويقه، مؤكدا أن التهيكل على شكل تعاونيات سيضع حدا لكل التلاعبات. تغطية في الموضوع لطارق مام. السماح لأي كان أن ينشط هنا أو هناك وأن ينتج وأن يسوق وأن يحول ما ينتج هنا وأن يكون سيدا كذلك بالنسبة لمنتوجه. أنا على دائما لنا شفنا الأزمة واللي كاين تبعها السيد رئيس الجمهورية بصفة خاصة، التفاح اللي يشتريوه بسعر جد ضئيل ويديو الأسواق الأخرى يضاعف حتى 4 مرات. ما تخليوش الناس يستغلوكم بالطريقة هذه. شكلوا أنفسكم كتعاونية وفرضوا ثاني كذلك المنطق تاعكم. ثم تتعبوا، الدولة تتعب معكم بتسخير يعني الإمكانيات، باستيعاب بالنسبة للمياه، وفي مجهودات كبيرة راهي مبذولة فيها الشأن. بالمناسبة السد تاع المار الأزرق، سد واد الأزرق، السيد رئيس الجمهورية راه يتابعه بكثرة نقطة بنقطة. شوف يعني الحرص الشديد الذي يوليه لهذه الولاية. إذا لكان كل هذا المجهود راه مبذول، من بعد ثم باش تنتجوا وتتعبوا وربما تخسروا باش يجيوا الآخرين هذا الوسطاء هذو باش يستغلوه ويستغلوا التعب تاعكم. هذا غير منطقي. ولا كان راكم هنا ماذا بينا الناس يعرفوا كيف ينظموا نفوسهم ويعرفوا باش حتى يفرضوا المنطقة تاعهم هما.